تعمل ايه حضرتك بقى لو كلب حاول يهاجمك او فعلا هاجمك؟ الحلقه دي مهمه جدا لان ده موضوع بيمس كل حد فينا بينزل الصبح. بصراحه بقت ظاهره مزعجه جدا، نازل من بيتك في امان الله تلاقي كلب، لا دول كلبين وثلاثه واقفين كده قدامك بيستقبلوك وعمالين يهوهوا عليك. في ايه يا جماعه؟ هو انا عملت لكم حاجه؟ لا هو كده ما انتش متحرك، ما انتش خارج من الشارع. كمل بقى معايا الفيديو للاخر وصلي لنا على النبي في التعليقات وما تنساش تضغط لايك. في البداية قبل الهجوم، حضرتك شايف قدامك كلب شرس، لسه ما حصلتش المواجهة، هو بيهوهو عليك وبيحاول يبص لك كده ان هو عايز ايه، يطاردك. ما تجريش، اوعى تجري، الجري بيحفز غريزة المطاردة عند الكلب. وما تنساش الكلب بيقيس خوفك من تحركاتك. تجنب تبص بشكل مباشر لعين الكلب لان الكلب بيفسر ده ان ده تهديد بالنسبة له. هتديله جنبك كده وتتكلم بصوت واطي وتقول له ارجع، ستوب، اي حاجه تدل على انك بتتكلم. ولو معاك شنطه او جاكيت او عصايه، حاول تحطها له كده كانها درع لانك بتحاول تدافع بيها عن نفسك. الكلب بقى طلع غبي وقرر يهاجمك، هتستخدم بقى الشنطه او العصايه كانه درع بتحاول تحافظ بيه على سلامتك. لو لا قدر الله بقى مسكك من ايدك او عضك، ما تحاولش تشد ايديك قصاده لان ده هيعمل تمزق زياده، فرجاء سيب ايدك تروح وتيجي معاه. اما لو زود في هجومه، حضرتك تقدر تنام وتحط راسك وايديك كانك بالظبط بتكور جسمك شبه القوقعه بالظبط عشان تقلل الاصابات اللي ممكن تحدث فيك. حاول تضربه بايديك في اماكن حساسه زي الانف او العينين او الحنجره. انت بقى اتعضيت خلاص، هتعمل ايه؟ وده بقى الجزء الاهم طبيا. هنغسل الجزء اللي تم عضه بالميه والصابون على الاقل 10 دقائق. ما تحاولش بقى تحبس الدم وتوقفه، سيبه ينزل شويه شويه كده على الاقل يقلل كميه العدوى اللي هتحصل. فورا، وبقول لحضرتك فورا، تجري على اقرب وحده صحيه او مستشفى قريبه منك عشان هتاخد التطعيم المبدئي بتاع التيتانوس. زائد ان هم هيدوك جدول باسماء بتواريخ التطعيمات المفروض حضرتك هتاخدها بشكل محدد، ودي تطعيمات ضد السعار. تبعت بقى حد من تبعك لاقرب اسم شرطه يعمل بلاغ ان في كلب عض احد الاشخاص في المنطقه الفلانيه دي عشان الكلب ما يعضش حد تاني. ما تستهونش باي عضه حتى ولو سطحيه، لان العضه دي ممكن تعمل سعار وتنقل العدوى لاكتر من حد. لو اتعضيت اكون عرفت انا هعمل ايه، ولازم اكون ايجابي وابلغ واعرف وزاره الداخليه ان في مشكله في الشارع ده وان في احد الكلاب المسعوره عض احد المواطنين عشان ياخدوا اجراءاتهم. وعموما يا جماعه، الكلاب مخلوقات مسالمه الا لو تم استفزازها، ساعتها هيصدر منها سلوك عدواني وهتكون انت اللي بدات. واتباعا بقى لسنه نبينا، كان في دعاء بيتقال لو شفت كده كلب وقلقان منه تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو عجبتك الحلقه يا ريت نعمل شير ونمنشن لاصحابنا لان دي مشكله كله متعرض لها. فرجاء فيد غيرك زي ما استفدت، ابعت لحد تاني لعله يستفاد. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.